اخر حاجه في جزء الشغف دوت هشير معاكم كان ايه اللي حصل معايا انا بشكل شخصي. انا قلت لكم من ايام الكليه كنت دخلت في كذا نشاطات في الكليه عشان احاول اعرف انا بحب ايه وشغفي فين، واشتغلت في الحمد لله مع اكتر من ستودنتس اكتيفيتيز عشان كنا بنجرب الحاجات اللي احنا بنعملها دي، بنشوفها هي مفيده شكلها ازاي. فاشتغلنا في حاجات فيها توظيف لامبلويمنت فيرز، في حاجات كنا بنساعد الناس الصيادله ان هم يشتغلوا في كارير الصيدله النوويه، كان في حاجات كنا بنشتغل فيها فاند ريزنج، فكان في ديفرنت بروجكتس اشتغلت فيها، ماجازينز مع اصحابي كنا بنعمل مجله لاول مره فنجرب نعمل ماركتنج كامبينز، فخدنا كذا ريسبونسبيلتي ساعتها. وكل ده مش شغل الشركات، كل ده شغل اللي احنا عاملينه في الكليه، بنتعلم الحاجات دي بنفسنا وبنخش نشوف الماركتنج بلان ونطبقها وكده. المهم بعد ما خرجت من الكليه اشتغلت في اول شركه عندي، فاشتغلت في السيلز زي اي حد تماما، مركز في السيلز 100%، قعدت فيها حوالي 8 9 شهور. بعد كده رحت لشركه ثانيه قعدت فيها حوالي برضو سنه ثانيه. ففي الشركه الثانيه بقى ساعتها بدات اشوف الباشن بتاعي ان انا عايز اكمل في التريننج والبابليك سبيكينج ولا اجرب ماركتنج زي ما انا جربته ايام الكليه شويه كده. فكنت محتار ساعتها اعمل دوت ولا اعمل ده. فزي ما حكيت لكم من شويه فجربت شويه اكسبيرينسز اني اخد اساينمنتس واسال واتعلم واقرا واعمل بلوجينج اكسبيرينس. الخطوات دي جربت اعملها في الشغل. وعايز اقول لكم ان واحده من السبيتشز اللي مش قادر انسى، عايز اقول لكم ان واحده من المواقف اللي حصلت لي ان مديرتي ساعتها طلبت مني اعمل برزنتيشن. فكان في عندنا يوم يعني سكيلز ديفلوبمنت للتيم بتاعنا، فكل واحد عايز يقول توبيك بيطلع يقوله. فانا رحت طلعت اتكلمت على 7 هابتس. وانا بتكلم على 7 هابتس فهي بعد ما خلصت البرزنتيشن كانت مش عارف 10 دقائق تقريبا، فقالت لي او ماي جاد انت كلير بالنسبه لي ان انت ذيس از يور باشن، انت بتحب ده، انت عايز تطلع ده كلير بالنسبه لي وبتاع. انا عشان كده عرفت بقى انت ليه بتحب اكتر البتاع ده، انت بتحب ترغي كتير ليه. فطبعا كان ساعتها اخدت فيدباك ان الشغف بتاعي كان ماشي في ناحيه البابليك سبيكينج. بعد كده قلت ليه ما اخشش في الماركتنج، بقيت اخد فيها كورسز، اخدت فيها دبلومه. وانا في الدبلومه بتاعت الماركتنج دي بقيت اطبق، واشتغلت ساعتها في شركه ثانيه كانت شركه محليه جربت فيها التسويق، كان مديريني عندهم اكسبيرينس حلو قوي، اتعلمت منهم كتير قوي. كنا بنعمل كامبينز فروم سكراتش ونجرب ونشوف الخبره كان شكلها ازاي. قعدت فيها مش كتير. بعد كده سافرت السعوديه اشتغلت في سيلز تاني، رجعت الميديكال راب رول تاني لان انا كنت محتاج ايه فاينانشال سيفنج وعايز احوش، يعني مش هضحك عليكم ومش هشتغلكم. وقلت ايه بفلوس دي اتعلم على الاقل يعني عشان اخد كارير ستيبس بعد كده. وقلت اكون نفسي واعمل خطوات ايجابيه في الشغل بتاعي في نفس الوقت، واخد كورسات اللي انا نفسي اخدها. لو انا مش قادر ادرس ام بي اي في الاي سي يبقى انا ساعتها اقدر احوش المبلغ دوت واخد ام بي اي في اماكن احسن من الاي سي، وده الحمد لله اللي حصل بعد كده. المهم في الوقت دوت لحد قبل حتى السفر كان انا قعدت حوالي سنتين في مصر. فجربت ساعتها فتحت البلوجينج اكسبيرينس، قعدت اكتب مقالات كتيره، اجرب التسويق، ابلاي التسويق. كنت كملت بعد ما اتخرجت بشهور من الكليه لسه كنت بدي تريننج، فكان عندي حته الماركتنج والبابليك سبيكينج او التريننج كانت موجوده شويه لسه. واول ما سافرت السعوديه ساعتها فتحت اول موقع ليا كان اسمه howtobeamarketer.com. دلوقتي اتقفلت الحاجات دي، بس كان ساعتها اول موقع كان عليه 100,000 هيت تقريبا، وعملت انترفيو لكل الماركتنج جروز، ال ريز وجاك تراوت وجاي كونر دافيدسون وفارب كوتلرز، كل الماركتنج جروز الورلد وايد 40 ماركتنج جرو عملت لهم انترفيو. ومش بقول لهم انا جامد ولا اي حاجه، الناس عندهم شايفين ان في واحد بيحاول يعمل حاجه مختلفه يساعد الناس اللي عايزه تتعلم ماركتنج من غير ما يضحك عليهم من غير ما يقول لهم اي حاجه. فكنت بانترفيو الناس دي وباخد الاكسبيرينس دي واشيرها مع الناس وبحط رايي انا برضو والكونسبت اللي انا شايفها، لان اشتغلت ماركتنج شويه في مصر في الوقت دوت. ده حته الشغف، ان انت اول ما بتلاقي الشغف بتاعك في حته معينه وتعمل كل الباثس انك تشوف اراء الناس وتتعلم وتجربها جوه الشركه عندك وبره الشركه وتابلاي وتاخد اكسبيرينس، بتلاقي اللي انت بتعمله ده ان شاء الله ليه فايده، وبتلاقي ان هو اترجم بعد كده في جوب اوبورتيونيتيز. وده اللي احنا هنتكلم عنه في تفاصيل الفيديو اللي جاي.